قارن النهارده بين اشهر 3 مطاعم شاورما في مصر الجديده، وهنبدا باول واحد كرم الشام. هجرب دلوقتي وهقارن بدون اي مجامله. طلبت عرض ملوك الكرم 2 شاورما فراخ و2 فتة، وعندهم عروض تانية كتير. عرض ملوك الكرم 1 ده اللي احنا جبناه، و2 و3 و4، وفي عروض تانية هنا اهو. عرض المال الحلال المداح مقلي الحشاشين. ايه عرض الحشاشين ده؟ اسمه عرض الحشاشين شوايه اهو. افتح التايمر وقال لي من تلت ساعة لنص ساعة بالظبط. بصوا في عروض كمان على الشماريخ، السندوتش الجديد بتاع كرم الشام. السرعة دي بصوا كده، هطلب الاوردر اهو، معداش اكتر من 10 دقايق وتقريبا الاوردر اللي هناك ده بتاعي. الاوردر خلص بعد 8 دقايق بالظبط. في مشكلة كبيرة قوي عند كرم الشام، بيقولوا وقت ما بنطلب على الكاشير الاوردر هيخلص بعد تلت ساعة او نص ساعة، والاوردر بتاعي خلص بعد 7 دقايق بالظبط. فانا لو مشيت وسستمت نفسي على تلت ساعة الاكل هيبرد، فالعميل او اللي بيطلب احنا هنرجع نقول الاكل برد. فالاحسن ان هو يقول من 10 دقايق مثلا لنص ساعة. تاني واحد معانا ابو حيدر، وطبعا غني عن التعريف بعد كرم الشام بحوالي 200 متر في شارع ابراهيم اللقاني في روكسي. ما شاء الله الدنيا زحمه موت، والشاورما شكلها تحفه. للاسف بيقول لي خلاص العيش خلص وما عدناش بنستقبل اوردرات، ولا شاورما ولا فته ولا اي حاجه، رغم ان السيخ مليان والساعه 2. فكده ابو حيدر اتلغى. تعالوا نروح المكان التالت يلا. ازاي يعني الساعة 2 وفي رمضان والعيش يخلص؟ ازاي؟ المقارنة اكيد مش هتبوظ، انا مش عارف في ايه. تعالوا يلا بقى نروح على تالت مقارنة، تالت مكان، وهكمل الفيديو. تالت واحد معانا ابو عمار السوري في الكوربة جنب بلبن على طول، او تاني واحد. يلا بينا نطلب ونقارنه مع كرم الشام. طلبت الاوردر وايه بقى، والحساب كله 230 جنيه. سندوتش الشاورما 85 جنيه، وطبعا ده غالي شويه، والفته 145 جنيه. يعني هنا فته وسندوتش ب 230 جنيه، وفي كرم الشام سندوتشين وفتتين ب 200 جنيه. بس بقى الحجم اللي هيحكم. تعالوا نستلم الشاورما. المنطقه دي ممتعه قوي، تقف تستمتع هنا. وعندهم كنافة نابلسية هتاكل صوابعك وراها. تعالوا نشوف الفتة خلصت ولا لا. استلمنا السندوتش في نفس الدقيقة، يا دوبك اديته البون اداني السندوتش قال لي استنى وادوني في نفس الوقت. والفتة خلصت بعد 5 دقايق، الشاورما في نفس الدقيقة والفتة بعد 5 دقايق. يلا بينا بقى نقارن. سلام، بيحطوا صيغ جديد اهو. بحب ابو عمار قوي قوي قوي. انا حاسس ان انا متكتف في العربيه، فبفكر انزل اقارن بره. واخيرا وقت المعركه جه، وقفنا قدام بلبن في الكوربه وابو عمار، ويلا بينا نجرب الحاجه بتاع كرم الشام نشوفها سخنه ولا لا. سخن لسه مولع نار، متفتة متسلفنه ومتغلفه. طلعنا الحاجه بره. الاربع حاجات دول ب 200 جنيه، والحاجتين دول ب 230 جنيه. تعالوا بقى هنشوف دلوقتي فرق السعر بتاع ابو عمار عشان اغلى بكتير من كرم الشام، يستاهل فعلا في الحجم ولا لا. نبدا بكرم الشام الاول عشان طلبناه الاول. جهزه. شكله كده من بره جامد موت موت. تعالوا نسمي بسم الله. لطيف ومن جوه مليان بس مش قوي. ندخل على سندوتش الشاورما بتاع ابو عمار، بس الاول نقارن حجم كرم الشام بحجم ابو عمار. اطلع يا حبيبي، اطلع يا بابا. ايوه ثانيه واحده اطلعه واجيلك. بصوا حجم سندوتش ابو عمار عامل ازاي، وكرم الشام ده حجمه، ده اطول شويه وده محمل، ده مليان من جوه عن كرم الشام بكتير قوي. تعالوا نشوف الطعم عشان هو الفيصل بعد الحجم.
بصوا الفرق في الحجم في السندوتشين، ده ابو عمار مليان وجوسي اكتر بكتير، وده كرم الشام حلو بس فاضي ومش جوسي قوي زي ابو عمار. الشام يكسب كده في السعر، بس ابو عمار يكسب في الحجم وفي الطعم. تعالوا نخش على الفته. دي سعرها 130 جنيه من ابو عمار، ودول سعرهم تقريبا في العرض 100 جنيه لو قسمنا ال 200 جنيه على الاربعه. تعالوا نفتح دي نشوفها، يلا بينا. دي فتة كرم الشام ودي فتة ابو عمار. حجم دي تقريبا مرة ونص من دي. تعالوا بقى نشوف الطعم. كمية الشاورما هنا محترمة جدا والتومية، وهنا كمية الشاورما محترمة ومن جوه برضو في تومية وصوص كتير، والاتنين بصراحة متوصيين بيهم، بس دي جوسي اكتر. بس الاتنين دول برضو بحجم، الاتنين دول كحجم اكبر من دي. تعالوا نبدأ بفتة كرم الشام، بسم الله. اوه عظمة، والصوص اللي عليها ده فظيع فظيع. تعالوا نسيب المعلقة دي ونجيب معلقة تانية ونجرب ابو عمار. بصوا الجمال والحلاوة. يا قلبي تخيل دي هتدخل معدتك وتدلعك. اوه الجمال والحلاوة دي فظيعة فظيعة يا جدعان. الشاورما جوسي قوي قوي، عظمة. كرم الشام تحفة، بس ابو عمار في حتة تانية خالص. واجمد حاجة ان الشاورما بتاعه جوسي موت. لا بتاع ابو عمار فظيعة. انت عظيم عظيم، رغم ان سعره اغلى بس الفتة بتاعه فظيعة فظيعة. كده كرم الشام يكسب في السعر وفي العروض، وابو عمار يكسب في الطعم، والشاورما بتاعه جوسي اكتر بكتير من كرم الشام. سيبوني بقى استمتع مع الفتة لو سمحتوا شوية، وقولوا لي انتوا بتحبوا ابو عمار اكتر ولا كرم الشام. وابو حيدر هقارنه في مقارنة لوحده عشان النهارده المقارنة باظت مع كايزو، عشان تبقى مقارنة عادلة اكتر. سلام.